هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن امبولات تساقط الشعر، فتابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. فيديو النهارده يا بنات عن امبولات هير ماكس اللي هي دي. تمام، هتكلم عنها هي مكوناتها ايه وبتعمل ايه بالظبط. اول حاجه المنتج هو عباره عن الخلايا الجذعيه النباتيه وبعض الزيوت الفعاله لتساقط الشعر، مثل الارجان، زيت اللوز، جنين القمح، كل الزيوت اللي هي بتبقى ان احنا بنحتاجها عشان خاطر بتغذي البصيله فبينتج لتساقط الشعر. طيب فالامبولات ديت هي عباره عن خليط ما بين المواد اللي هي الفعاله دي او الزيوت الفعاله دي والخلايا الجذعيه النباتيه، فعاملينه في امبول واحنا بنحطه على الشعر. طيب هي الامبولات هي بتعمل على حيويه فروه الراس، وان هي بتساعد على تقويه البصيله، يعني طالعه على الشعر الشعريه مش بسهوله تقع ومش بسهوله ان هي يعني يحصل فيها مشكله، فبتبقى بتقويها، وكمان هي فبتمنع تساقط، يعني فبتقلل التساقط. تمام كده. طيب هو المنتج ده مناسب لمين؟ مناسب للستات والرجاله، المناسب كمان للصلع الوراثي وللشعر التالف والشعر المسبوغ والشعر اللي هو يعني مهلك والشعر اللي هو نتيجه بعد التوتر او بيقع بسبب التوتر او بسبب الضغط او بسبب العوامل النفسيه او بعد الحمل. فطبعا الحاجات دي كلها هي المفروض ان الامبول نفسه بيعالج البوينت ده. طيب هو شكل العبوه اللي هي كده. طبعا فيها جواها 10 امبولات. شكل الامبول ده الامبول. تمام. طب انا بستخدمه ازاي او انا بعمله ازاي؟ انا بكسره. تمام، اللي هي 5 مللي. تمام، برجها قبل ما بستخدمها. تمام، بروح كسره الازازه اكنها امبول حقنه بالظبط. بجيب فعلا سرنجه برضو دي 3 سم، فاخد منها 3، هيبقى فاضل لي منها 2، بس ساعات بيبقى بحس ان اللي جواها اكتر من 5، يعني مبقاش 5 بالظبط. بروح جايبه السحبه ال3 الاولانيين اللي هم في الامبول، واروح شايله السن بتاعها وابدا بالابره بقى بالحقنه كده، وابدا احط وابدا اعمل مساج لشعري. تمام. طيب هيبقى فاضل بقى. طبعا انا مش هينفع اسيبها مكشوفه، فانا خايف مثلا حاجه تراب او حاجه يخش فيها يلوثها لي او يلوث لي المكونات بتاعتها او تبوظ او اي حاجه من الحاجات دي. بروح سحباها في الباقي واروح عيناها، لان انا بستخدمها يوم بعد يوم. بستخدم الامبول يوم بعد يوم، يعني ما يبقاش مثلا الامبوله بستخدمها مره واحده، لا بستخدمها. هو في ناس تقول لك انا هستخدمها مره واحده، لا انا بحس ان هي هتبقى كتير عليا مره واحده، لان انا بوزع ده نقطه نقطه كده وامشي كده بالخط مستقيم وابدا اعمل مساج وخلاص. ده بالنسبه لي ده كان النتيجه. طيب انا حسيت فرق، حسيت شويه فرق. انا كنت بستخدم اصلا قبل كده الامبولات بتاعه اكرينال طبعا معروفه ان هي اسباني وغاليه جدا، وكانت ب 700 جنيه اخر مره سالت عليها من سنه تقريبا، معرفش دلوقتي تبقى اكيد طبعا عدت ال1000، معرفش اسعارها بالظبط. فبالنسبه لي لا، يعني دي ممكن كفيله ان انت تستخدميها ويوم بعد يوم، وساعات كمان بينزل عليها عروض، وهي كان اخر مره كنت شاريها كانت ب 250 الاثنين، انا معرفش دلوقتي سعرها كام. بس وكان ده فيديو النهارده، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوا الفيديوهات الجايه. باي.